السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهارده المحطة الأخيرة من الرحلة اللي اتكلمنا فيها عن فيروس نقص المناعة اللي بيوصل لمرحلة أخيرة منه واللي هي بتكون معروفة عندنا بالإيدز. يعني الإيدز مش مرض زي ما أنا قلت لك، اتكلمنا فيها عن الفيروس وهي طرق انتقاله وإزاي المريض بيموت بسبب الوصمة المجتمعية بتاعته. بس كده النهارده نتكلم بقى، هل ممكن نشخص المرض ده؟ طب لو شخصناه يعني في علاج ليه؟ وهل العلاج ده فعال ولا مش فعال؟ وكمان إزاي نقدر نحافظ على نفسنا من المرض ده كله هنعرفه في الحلقه النهارده. انا ابراهيم الشحري ودي قناه معلومات. الاسهل والاسرع عشان نشخص المرض ده اننا ندور على الانتيجين، وده بيبقى موجود على الفيروس اللي بيدل على ان الفيروس ده كان موجود في الجسم، او الاجسام المضاده اللي الجسم بينتجها اساسا عشان يواجه الفيروس ده، فندور عليها. لو لقيناها يبقى ده دلاله على ان الانتيجين كان موجود في الجسم والفيروس موجود في الجسم. او كمان الفيروس ده بيستهدف نوع خلايا معين اسمها CD4، ودي بندور عليها في الجسم ونشوف عددها. لو قلت عن 200 فكده المريض وصل للمرحله الاخيره وهي الايدز. او كمان زي ما البشر لهم حمض نووي فكمان الفيروسات لها حمض نووي، فندور على الحمض النووي بتاعها في الجسم. طب الشخص ده عرف انه مريض بالاتش اي في، هل في علاج فعال ليه؟ للاسف الشديد لحد دلوقتي مفيش اي علاج فعال للاتش اي في. اننا نقدر نقول عن ان الفيروس ده ما عادش موجود في الجسم، فدي للاسف معجزه لسه ما اتحققتش. اللي نقدر نعمله هو اننا نقلل عدد الفيروسات في الجسم، بحيث ان احنا نقلل انه ينتقل من شخص للتاني. العلاج صعب جدا والميكانيزم والطريقه بتاعت شغله صعبه جدا، مش لازم اشغل دماغك بيها، بس المهم تعرفوا ان هو بيقلل تكاثر الفيروس في الجسم، وبالتالي عدد الفيروسات الموجودين في جسمه هيقلوا، وبالتالي مش هيسببوا اعراض كتيره، لان احنا قدرنا نسيطر على الفيروس. بس اننا نقضي على الفيروس من الجسم تماما فده للاسف لسه ما حصلش. ولان الوقايه خير من العلاج، فازاي نحمي نفسنا من المرض ده؟ اول حاجه نكون فهمنا المرض وقدرنا نغير نظرتنا للمرض عشان نتعامل صح مع المرضى. تاني حاجه لازم نمنع وسائل انتقال الفيروس. اول حاجه مثلا لو حد راجل او ست متجوز لازم شريك حياته يكون عارف انه مريض بكده عشان يتم استخدام الوسائل الحمايه الكافيه اثناء العلاقه. كمان معروف ان الحقن بتستخدم مره واحده بس الاطفال ما يعرفوش، فبلاش نرمي الحقن في الشارع، نحطها في مكان امن. بلاش يبقى كيس لان هو ممكن يشكك انت او يشك عامل النظافه اللي هيجي يشيل الكيس ده من بعدك، فبلاش يتحط في كيس عشان ما يتنقلش اي امراض لحد تاني. نحافظ على نفسنا ونحافظ على غيرنا، لا ضرر ولا ضرار. كمان لو في واحده حامل فلازم تاخد العلاج عشان نقلل من فرص انتقال الفيروس للطفل ده. اما لو ولدت والطفل عدى على خير فالرضاعه ممنوعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الرحله عن الاتش اي في. لو عايزين نعمل حلقات زي دي اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.